ما سألتش نفسك ليه مش بتعرف تعمل تصميم كويس بالرغم من انك عارف الفوتوشوب كويس او عارف البرنامج اللي بتشتغل بيه تصميم كويس؟ المشكلة دي عند ناس كتيرة جدا وانا كنت واحد منهم، ولكن المشكلة دي بتكون سبب في انك بتاخد قرار من اتنين. يا اما انك بتقرر انك ما تكملش وتسيب مجال التصميم خالص، يا اما انك بتدور على حل للمشكلة. وبتدور على حل للمشكلة، هو ده موضوع الفيديو. في الفيديو ده ان شاء الله هقدم لك شوية حلول كده بسيطة وسهلة تقدر تستخدمهم وتشوف نتيجتهم. الفوتوشوب ده مجرد أداة زي بالظبط الفرشة والقلم والورقة بتوع الرسام، دول مجرد أدوات هو بيرسم بيهم، ولكن التصميم في حد ذاته ده علم محتاج تتعلمه عشان تعرف توظف الأدوات دي في التصميم بتاعك. علشان تتعلم التصميم كويس لازم تعرف شوية حاجات كويسين كده في الأول تنشط بيهم نفسك. في الفيديو ده هقول لك على 4 نصايح تستخدمهم هيحسنوا من مستواك لحد ما تتقن مهارة التصميم وتعرف توظف الأدوات اللي انت بتستخدمها كويس، تعرف توظفها في تصميم كويس. لو لسه مستمر معايا ما تنساش انك تعمل اشتراك وتعمل اللايك وتكتب لي كومنت تقول لي ايه المشكلة بالتحديد اللي بتواجهك علشان نبدأ نحاول نشوف لها حل مع بعض. أول حل أو أول طريقة تستخدمها علشان تنمي عندك مهارة التصميم، أول حاجة هي التغذية البصرية. التغذية البصرية إنك بتشوف تصميمات كتيرة من مواقع كتيرة ومن ناس كتيرة بمختلف بقى كل واحد والمدرسة اللي هو بيستخدمها في التصميم بتاعه، وبتبدأ تحاول تحلل كل تصميم من العناصر الموجودة فيه، سواء كانت عناصر صور أو أيقونات أو خطوط أو شكل الخط أو أيا كان العناصر اللي موجودة فيه، وتبدأ بعينيك تبدأ إنك تحلل العناصر الموجودة وتفهم التصميم اتكون إزاي. تاني خطوة إنك تحاول تتمرن على قد ما تقدر على التصميمات اللي بتشوفها. في الأول هتطلع نتيجة مش كويسة، مش مشكلة، حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تطلع نتيجة أنت راضي عنها. التمرين ده شيء مهم جدا، إنك تتفرج نظري ده مش كافي، لازم انك تتمرن كويس جدا على اللي بتشوفه. الخطوة رقم 3 هي انك تاخد رأي حد يكون بيفهم في التصميم، بشرط ان الحد اللي هتاخد رأيه ده يكون فعلا هو عايز يساعدك مش عايز يغرقك. في ناس ممكن انها توجهك في حتة تانية غلط وتعلمك غلط، لا، انا عايزك تاخد رأي حد تكون انت بتثق فيه وتكون واثق ان هو يقدر يساعدك فعلا. الخطوة رقم 4 ودي اهم خطوة لازم تعملها، اوعى توقف، خليك مكمل واستمر، واوعى تحبط وتقول انا مش عارف اصمم وتعمل زي ناس كتيرة وتسيب المجال ده خالص وتلاقي نفسك في الاخر ندمت انك ما كملتش. لا، حاول على قد ما تقدر واتفرج كتير زي ما قلت لك، تغذية بصرية، اتمرن اكتر وخد رأي ناس تقدر تساعدك. طالما انت بقى لسه مستمر معايا في الفيديو يبقى اشترك في القناة وشجعني باللايك واكتب لي في كومنت ايه المشكلة اللي بتقابلك وان شاء الله هنشوف لها حل مع بعض. عايز اقول لك كمان حاجة، ان في القناة هعمل كورس كامل هيكون فيه مجموعة تصميمات خاصة بالسوشيال ميديا، خاصة بالمطبوعات، خاصة بحاجات كتيرة قوي هتفيدك كتير جدا. وتابعني كويس قوي عشان الفترة اللي جاية هنزل فيها فيديوهات كتيرة عن المجال التصميم وازاي انك تتعلم مهارة التصميم كويس. اشوفك بخير في الفيديو اللي جاي.